بخير، وحشتوني جميعا. يا رب الكل يكون بخير. جاي اتكلم النهارده في موضوع صغير خالص. مش هقول لكم او مش هقول اعتزل ما يؤذيك، ولكن هقول لك تجاهل ما يؤذيك. لان في بعض الناس او في بعض الاشخاص او في بعض المواقف في حياتنا ما ينفعش ان احنا نتجاهلهم، ما ينفعش معنى صح ان احنا نعتزلها، سوري مش نتجاهلها. ما ينفعش خرجهم من حياتنا، ما ينفعش نخليهم يبعدوا عننا ايا كان بقى، الصلة، قرابة، ارتباط، زواج، ايا كان. لو قسنا ده بصفة عامة على حاجات كتير بقى في حياتنا، احنا بنتكلم دلوقتي عن اشخاص بس، عموما حاجات كتير نتعرض لها بتحرق دمنا، بتضايقنا، بتزعلنا، بتوجعنا، بنحس ان احنا خلاص راح يجيلنا انفجار في دماغنا من كتر ما احنا مش عايزين ناخد ردة فعل معينة، عشان ربما ده مش طبعنا، او ربما احنا مش عايزين نوجع اللي قدامنا او نزعل اللي قدامنا، او مش عايز اخسر، او مش عايز ادخل في جدال او نقاش او شيء اكبر مني، ولكن انا عايزه اخطي الموقف ده. فما بيبقاش قدامي غير ان انا بصب غضبي وبصب ضيقتي وبصب نرفزتي وعصبيتي على نفسي. ده بينعكس طبعا عليا مرضيا ونفسيا وحاجات كتير قوي، وخاصة ان لو في الاخر بعد كل ده برضو انت مش بتلاقي تقدير او انت مش بتلاقي تقدير، وليكن حتى التقدير البسيط المعنوي اللي ممكن يريحك نفسيا. في الحالة دي وبعد مواقف كتير وحاجات كتير هتكتشف ان اكبر نعمة هي التجاهل. انك تتجاهل اللي بيضايقك، اللي بيزعلك، الكلمة اللي اغضبتك، الكلمة اللي تعبتك، وتشوف هتسعد نفسك في المقابل ازاي. فلان بيضايقني، حاول اتحاشى ان انا اقعد كتير معاه، حاول اتحاشى ان انا افضل طول الوقت مثلا مركز معاه. فلان قال لي كلمة ضايقتني، انا طالما عارف قيمة نفسي يبقى مفيش حد هيقدر يضايقني بكلامه، مفيش حد هيقدر يغير من وجهة نظري لنفسي. اولا اثق بنفسي، واثق بقدراتي، واثق ان انا قادر اتخطى اي محنة لوحدي، مش محتاج حد في حياتي. انا مش هطلع الناس دي من حياتي، او انا مش هتخطى الموقف ده، او انا مش هسيب شغلي، او انا مش هعمل او اسوي، بس انا هتجاهل اي حاجة ممكن تعكر صفو حياتي او تضايقني او تخليني مش في احسن حالاتي. التجاهل حياة، ولو قلنا انه هنعمل له نسبة، ف70% و80% من حياتنا المستقرة الهادية في التجاهل. تجاهل كل شيء، مش بس ان احنا نعتزل ما يؤذينا، لا، ان احنا نتجاهل ما يؤذينا. يومكم زي الفل، ان شاء الله دايما دمتم بخير. باي باي.